انا عارف ان فكرة الفيديو غريب شوية، بس انا حبيت اعمله بصراحة. والنهاردة هتكلم عن افضل 10 مراحل من وجهة نظري جي تي اي سان اندرياس. اهو بعدنا عن الملخصات اهو، عشان في ناس بتتضايق وتقول انت خلاص انت قناة ملخصات، انت خلاص كده. لا لا، عادي عادي، ممكن افكس الملخصات شوية عادي لو انتوا حابين ان انا اعمل كده يعني. بس انا يا جماعة فعلا كل ما بنزل فيديو ملخص ولا حاجة بلاقي يعني انتوا متفاعلين معاها، وفي ناس بتحب الملخصات الكلام ده، فانا بستمر عليها. بس يعني ايه، ان شاء الله يعني ممكن نغير في المحتوى شوية يعني عشان برضو الناس ما تزهقش. وقبل ما نبدا الفيديو، القايمه دي خاصه بيا انا، يعني القايمه دي مش مثلا مش جايبها من موقع او توب 10 اللي مش عارفه ايه، لا لا، عادي عادي، لا انا عامل قايمه خاصه بيا او افضل مراحل في جي تي اس ان اندرس من وجهه نظري. يعني انت ممكن تختلف معاها عادي وممكن تتفق معايا فيها، مفيش اي مشاكل. وبس كده، ويلا نبتدي برقم 10 معانا. المركز العاشر، وهي المرحله الاولى من جي تي اس ان اندرس. واحد ممكن يقول لي ايه ده، هو ايه المميز في المرحله دي؟ انا مش فاهم يعني، ما هم كلهم عادي يعني، ما فيهاش اكشن كتير ولا فيها اي حاجه، هما بس بيجروا بالعجل كده ومطارده عبيطه وخلاص. ولكن احب اقول لك ان المرحله دي مديه طابع وهويه كده في جي تي اس ان اندريس. روك ستار كان حابب يقول لك في المرحله دي ان انت داخل على جزء في جي تي اي عمرك ما شفته قبل كده، واسلوبه مختلف تماما عن اي جي تي اي انت لعبتها. وبالفعل حصل يعني، فعلا ما فيش اي جزء من اجزاء جي تي اي ادت الطابع بتاع جي تي اس ان اندريس، وان هو فعلا خارج من تحت السلم كده، اللي هو شغل العصابات والسمر والهوميز والحاجات. يعني التشكيله دي ما كانتش موجوده في اي يعني ممكن موجوده في 50 سنت مثلا، في لعبه 50 سنت، بس هو ممكن عشان 50 سنت هو رابر اساسا، فهم عاملين له لعبه. لا، عاوزين لعبه يتكلم عن الفئه دي من الناس، وفعلا روك ستار عملت كده. فعشان كده بالنسبه لي المرحله الاولى هو يتصنف كافضل مرحله من العشره اللي انا هقولهم يعني بعديهم، عشان المرحله دي ادت زي بطاقه هويه لجي تي اي سان اند، وعرفتك ان انت مش داخل على جي تي اي عاديه خالص. المرحله التاسعه معانا في القائمه، وهي مرحله الاو جي لو. هي اسم المرحله كده عشان بس تبقى فاهم. المرحله مع انها بسيطه وفكرتها بسيطه، هي مطارده بس، اللي انت بتجري ورا واحد تقريبا بيشتم اللي هو او جي لو كده، فانت عاوز ايه تجيبه وتطلع ميقين. ولكن المرحله في المجمل كان لطيف يعني، المرحله ما كانتش احسن حاجه ولا اسوأ حاجه. المرحله بيبدا بان سي جي كان بيرايح البيت بتاع البيج سموك، فقابل بيج سموك بالفعل، وهيروحوا عشان يجيبوا بقى ايه او جي لو كده، لانه خرج من السجن. المفروض ان انت هتاخد او جي لو كده، وهتكتشف ان في حد وهو بيكلمك يعني وكده بيسرق منه الكلمات الاغنيه بتاعته او كلمات التراك بتاعه. اه والله هو ده سر العداوه. المهم اللي انتوا بقى هتروحوا تجيبوهم وتطلعوا ولكن بقى هيحصل مراوغه ومطارده من هنا ومن هنا ومن هنا. هي مرحله جميله بصراحه، انا بحب حتى المرحله دي. اكتب لي تحت في الثلاثه هل انت بتحب المرحله دي ولا لا، لغايه لما انتوا هتوصلوا في الاخر وايه هتقتلوا العيال دي اللي هي كانت في الموتوسيكل كده، بعد ما استنوا في الملعب بتاعه الباسكت ده. المرحله هي بسيطه، بس هي انا بحب المرحله دي جدا بصراحه. المرحله الثامنه معانا، وهي مرحله ليها علاقه بالظابط فرانك. الناس اللي ما تعرفش، الظابط فرانك ده ظابط فاسد وابن يعني. المهم ان سي جي ورايدر كانوا بيتكلموا مع بعض وكده، ولكن فرانك الغلس دخل عليهم وطب عليهم وايه اللي انتوا بتعملوه ده وبتاع، وقعد يغلس عليهم. وبعد كده قال لهم انا عاوزكم في خدمه، ان في المفروض صناديق يعني هو عاوزها في القطر الفلاني اللي هو المفروض اللي هتبقى في الخريطه وكده يعني، والصناديق اللي جوه القطر دي تلزمني. وطبعا سي جي ورايدر مش هيقدروا ان هم يرفضوا يعني، ده الظابط يعني فاهمني، وكمان زي الظابط شراني ده ممكن يحبسهم من غير اي حاجه كده، اللي هو انا بصبح عليكم احبسكم، عارف انت. المهم ان سي جي ورايدر فعلا هيروحوا القطر، وهيلاقوا فعلا عصابه من العصابات المنافسه يعني وكده، عاوزين ياخدوا الحاجه اللي جوه القطر اللي هو الصندوق اللي هو ايه اللي تبع فرانك ده. فطبعا هتقتل العصابات المضاده، وهتلاقي برضو ناس من العصابه بتوعك يعني بيوجبوا معاك يعني وكده، بيضربوا معاك لغايه لما انت هتطلع القطر. فطبعا عشان ما فيش وقت هترمي 10 صناديق لرايدر وهو ماشي كده ولا حاجه في العربيه، انت ايه هو بيستلقطها منك يعني. بعد ما تخلص كل الصناديق انت هتاخد 3 نجوم وبتاع لانك سرقت يعني وكده. مش فاهم ازاي ده، المفروض ظابط هو اللي قال لي اللي انا عامل العمليه دي، واخد بالك انت ازاي بقى الظباط هم اللي ماشيين يعني منطق غريب والله. طبعا انت عارف في اللحظات اللي زي كده وان البوليس بيجري وراك، انت بتروح فين؟ لا مش المطعم، لا المغسله. ايوه المغسله، بتغسل العربيه بتاعتك فالناس ما تعرفك. المهم اللي انت هتروح الهوم ستريت بتاعك، وكده خلصت المهمه يا صاحبي. والمرحله السابعه معايا في القايمه، وهي المرحله الايقونيه اللي تقريبا ما فيش حد ما لعبش جي تي اي سان اندريس غير لما يكون لعبها، عارف انت، وهي مرحله رونج سايد اوف ذا تراك. طبعا المرحله دي غنيه عن التعريف، انا من غير حتى ما اشرح لك هي المرحله دي ايه، انت عارف بالظبط ايه اللي حصل في المرحله دي. بس انا ممكن يعني ايه احكي لك ورا المرحله دي كانت عامله ازاي لو انت بتلعب وبتفوت الكات سينز زي يعني. المهم اللي المرحله بتبدا بان انت بتتكلم مع بيج سموك، وبيج سموك قال لك تعالى عاوزك في مشوار كده يعني، انا وانت يعني وكده، هنروح اليونيتي ستيشن. واليونيتي ستيشن دي اللي هي القطر اللي هو المفروض هيتعمل عليه المرحله يعني. فالمهم ان سي جي هيعرف من بيج سموك ان في عصابه اسمهم الفاجوس هيروحوا يعملوا ديل يعني وكده، فالمفروض
والمفروض يعني اللي احنا هنبوظ الديل ده عليهم، يعني ان هم ما يروحوش يقضوا الديل ده. فالمهم عصابه الفاجوس هيلمحوهم وهتجروا وراهم القطر، وبعد محاولات ومغامرات ومناورات وحاجات كده يعني هتقدروا يعني ان انتوا هتقتلوا كل اللي موجودين في السطح بتاع القطر يعني وكده. وخلاص بيج سموك هيقول لك تعالى بقى يلا نرجع تاني ووصلني ايه على البيت بتاعه، تحس ان انت الموصلات بتاعهم يعني. وبعد كده بعد ما بتوصلوا بينتهي المهمه وتاخد نقاط ريسبكت. بص خدها قاعده، اي حاجات انت بتعملها مثلا للعصابه بتاعتك فانت ما بتاخدش عليها فلوس، انت بتاخد عليها ريسبكت بس. المرحله الثالثه وهي مرحله مانجمنت ايشوز. المهم المرحله بتبدا باللي انت بتروح للوجي لوك ده يعني، وبيكون بيشتغل يعني كده في المطعم، وبيطلب من سي جي ان هو كان في واحد مهم جدا يعني عاوزين نخلص عليه، هو راجع من تكريم، وانت المفروض يعني يا سي جي تخترق الحراس يعني اللي موجودين يعني وكده، لان هو متروس حراس حرفيا، ويا سي جي لازم تخلص عليه. المهم سي جي هيروح وهيصادف عربيه من العربيات اللي هي هتوصل الراجل المهم ده، ان هتموت اللي موجود جوه العربيه اللي هو يعني الحارس وكده، وهتاخد العربيه منه وهتصلحها. والمفروض اللي انت هتروح بيها عشان تعمل نفسك كانك انت الموكب، يعني انت اللي هتوصل بقى ايه الراجل المهم ده. ومن بعدها لما هتوصل للتكريم هتاخدهم وتجري على طول. والمفروض ان انت يعني هتجري من الحراس دول عشان ايه؟ عشان تخلص عليهم يعني هو ومراته، مع ان مراته ملهاش اي ذنب بس قتلها برضه. والمفروض ان انت هتمشي بالعربيه لغايه لما هتخرج بره العربيه خالص وهتسيبهم هم يغرقوا، وبس كده هو ده المرحله يعني. والمفروض ان انت هتاخد نوت ريسبكت زي ما انا قلت لك، عشان اي حد من اعضاء العصابه انت ما بتاخدش فلوس، بتاخد ريسبكت بس. المهم المرحله الخامسه معانا وهي المرحله اللي بتبدا فيها سي جي ان هو يروح برضه ايه بيج سموك. انا مش عارف ليه حاسس ان انا كل المراحل اللي فيها بيج سموك انا بحبها، مش عارف ليه، هو او جي بصراحه. المهم ان هو هيروح يعني وكده، بيج سموك هيقول لسي جي كنت رايح اصلا كده في مشوار كده لوحدي وحوار يعني ما تيجي معايا، فسي جي هيقول له ماشي يلا بينا. فالمهم ان هم هيروحوا زي في مول كده او في حته كده مبنى يعني كبير، والمفروض ان بيج سموك بيقول بصراحه يا سي جي انا جاي اخلص على ناس كده كانوا مضايقني وبتاع، فايه تيجي معايا يا سي جي؟ فسي جي كان بصراحه متردد ان هو يجي معاه ولا ما يجيش دلوقتي يعني، بس قال له ماشي انت اصلا من العصابه بتاعتي وقدرك ونصيبي والكلام ده يعني ايه كده كده جاي معاك. فبعد كده حصل خناقه ومناوشات كده بين العصابه وبين ناس كده لابسين بدل بس مسلحين، فالمفروض ان من بعديها يعني هتخلص على الناس دي كلها وخارجين انت وبيج سموك، وهتلاقيهم برضو بيجروا وراك، وهتلاقي كمان في شاحنه كبيره برضو بتجري وراك فعشان تصعب عليك المهمه وكده يعني. فالمهم يعني هتحصل مطارده طويله جدا ما بينكم، وهتخلص على العربيه دي هتنفجر، العربيه النقل يعني وكده، والمفروض ان انتوا هتعرفوا تهربوا بنجاح. والمفروض ان انتوا بعد ما وصلتوا في حته امان يعني وكده بيج سموك سابك ومشي عشان يعني ايه لحد ما تتفرقوا ومحدش يعرف اماكنكم يعني وكده، وخلصت المهمه على كده. خمس العاب اللي اتكلمت عليهم دول كوم، والخمسه بقى التانيين اللي جايين عليهم دول كوم تاني خالص. دول فعلا يا جماعه التوب 5 بالنسبه لي في احسن مراحل في جي تي سان اندرياس. والمرحله الخامسه معانا في القايمه وهي مرحله بلاك بروجكت، اللي فيها سي جي بيروح معسكر فيها جيش، والمفروض ان انت تقتل كل الناس يعني اللي موجودين يعني هناك في المعسكر. وبعد ما هتخش جوه هتلاقي معامل بقى وحاجات زي كده، والمفروض الجنود هيهجموا عليك فانت المفروض هتضربهم كلهم. فمن بعدها هتاخد كارت، الكارت ده يعتبر هو المفتاح تفتح لك الباب اللي موجود فيها البلاك بروجكت اللي هو المفروض اللي قال لك عليها يعني. المهم ان انت بعد ما تفتح الاوضه تلاقي الجيت باك، الجيت باك ده هو البلاك بروجكت اللي هو بيتكلم عليه يعني، اختراع اللي هو الجامد جدا، هي طلعت جيت باك في الاخر، والمفروض ان انت هتاخدها وهتجري بيها وهتهرب يعني من المعسكر اللي موجود يعني، والمفروض ان انت هتوصلها للمكان. بس كده هو ده المرحله. وبحب جدا المرحله دي وبحب اعيدها جدا لان هي فيها اسلحه كتيره جدا، وبضرب بقى في الناس وبفترع على الجنود اللي موجودين والكلام ده. فبس هو ده يعتبر المرحله الخامسه معانا. المرحله الرابعه وهي يبدا ان سي جي بيقابل الراجل اللي اسمه ووزي وو ده، اللي هو الكفيف ده عارفينه، اللي هو تقريبا سي جي وراله الخطه وقال له Now I know you blind, man, but you gotta see this. المهم ان سي جي راح للزعيم، والمفروض ان هو هيعرف منه ان في ناس رهاين في سفينه معينه، المفروض اللي محتجزهم يعني هم عصابه اسمهم الجانجز بوي. المهم ان المفروض الزعيم ده بيطلب من سي جي ان هو يعني انت تضرب العصابه دول كلهم يعني وهي تنقذ الرهاين اكيد. فسي جي ما كدبش خبر وراح ركب الطياره وفضل فعلا يضرب ويقتل في كام حد كده، ولكن في واحد كان ببازوكا ضرب على الطياره وقعت. سي جي هيضطر ان هو ياخدها عوم لغايه لما هو هيطلع السفينه، والمفروض ان هو هيقتل بقى كل اللي موجودين في السفينه وكده يعني، بس لوحده لغايه لما يخش السفينه نفسها وينقذ كل الرهاين. ولكن سي جي هيقول لهم امشوا انتوا وانا هشوف، انا هروح هقتل الزعيم الجنج اللي هو اللي خاطفكم وكده يعني. سي جي هيقابله برده ناس من العصابه دي لغايه لما هيقابل زعيم العصابه موجود تقريبا ماسك سيف ساموراي، وبيقول يعني لسي جي قال له يعني بارزني في سيف الساموراي وكده، فادى لسي جي سيف ساموراي وقال له يلا بينا التحدي بدا. فسي جي تقريبا قطع له رقبته خالص يعني، اللي هو خلاص يعني كده هو ده الزعيم حرفيا، هو ده الخطير بتاع المرحله
المرحله، لدرجه ان هو تقريبا لما اتفرجت على الكات سينز اللي هو الراجل ده خطر، انا قلت مثلا هيعمل حاجه، لا رحت ضربته بالسكينه مات على طول. المهم ان سي جي هيروح للرهاين دول وهيهربوا مع بعض، وكده خلصت المرحله خالص. المرحله الثالثه وهي ان سي جي حس ان هو اتغدر بيه، هو المفروض ان في واحد يعني مهم اسمه جيزي، المفروض اسمه كده يعني، اتفق مع سي جي ان هو هيعمل مكالمه يعني لحد ما اتفق معاهم على تسليم حاجات كده يعني مخدرات وكده، والمفروض ان هو هيودوها لوس سانتوس، ولكن جيزي ما عملش كده ونفض لسي جي يعني. عشان كده سيزر اقترح عليه وقال له انت لازم تخلص على جيزي ده خالص. هو قال له صح وكده، والمفروض هيروح لجيزي، ولكن هيكون في حراس ومش هتقدر ان انت تخش الباب، فهتضطر ان انت هتطلع فوق خالص وتدخل الديسكو من السطح. فبعد التسلل وكده يعني هتروح وتيجي لغايه لما هتلاقي جيزي، فسي جي هيقول له انت مش عارف ايه، وانت ضحكت عليا وبتاع، أنا لازم اقتلك، انا مش عارف ايه. فالمفروض ان جيزي يعمل لقطتين بتوعه اللي هو ايه ده، لا ما تموتنيش وبتاع، لا انا مش عاوز اموت، لغايه لما سي جي يتغفل يعني وكده، فجيزي عرف يفلعص منه ويجري، لغايه لما سي جي برضه هيموت كل الحراس الموجودين، وهيطلع على جيزي على طول عشان يجري وراه بالعربيه، وفي الاخير هتموت جيزي في الاخر بعد مطارده طويله جدا ما بينكم. انا كنت بفنن في المرحله دي فبس كده. بس هي دي المرحله بالنسبه لي هي مش المركز الثالث يعني، خلي بالكم انا مش بصنف على اساس ان ده المرحله ان ده المركز الثالث فدي احلى من المرحله اللي قبليها اللي انا اتكلمت عنها، دي قايمه كده يعني انا عاملها، مش ضروري يكون اللي قدام هو احسن من اللي قبليه عشان ما حدش بس يفهم غلط وكده يعني. المرحله الثانيه وهي المحببه الى قلبي هي المرحله اللي بتبدا فيها ان انت بتتكلم مع الزعيم الصيني عشان بتجهزوا لعمليه كبيره هتعملوها لسرقه فلوس معينه في كازينو ما يعني، عشان مش فاكر اسمه بصراحه، بس المرحله دي كنت بحبها جدا يعني. المهم ان انت هتتنكر بلبس نادل يعني وكده ويتر يعني، وهتروح للكازينو، حاول ان انت تخش جوه في اوضه معينه، ولكن الاوضه دي متشتتين عليها حراس. سي جي هيدي لهم كلمه من الشرق وكلمه من الغرب فهيدخلوا يعني. هترمي قنابل غاز على فتحه ما يعني وكده، فالقنبله دي هتخش من الفتحه هتخرج للخزنه يعني اللي انت المفروض هتسرقوا فيها، فالقنبله الغاز اللي انت رميتها يعني هتموت كل اللي موجودين يعني وكده من الجاردات. تاخد عربيه اللي هي بتشيل الاحمال دي وهتبتدي تفتح الباب عشان تدخل بقى الناس اللي موجودين اللي تبعك يعني وكده عشان يخشوا جوه. بعد اكشن كتير بقى وضرب هنا وضرب هنا، فمن بعدها يعني هتوصلوا خزنه، فواحد منكم هيشوف ان الخزنه دي مصفحه كويس جدا، وان في المفروض حاجات اسمها جنريتورز مسؤول عن البيبان او مسؤول عن ان هي تفتح الباب الخزنه يعني وكده. تيجي من هنا يشوف الجنريتورز دول وهيقابل يعني حراس وكده يعني، هيفضل يضرب فيهم لغايه لما يبتدي يلغم الجنريتورز ده وهيدمرها بالكامل. فسيجي هينزل تحت وهيفتح بقى ايه الخزنه وهيبتدوا ان هم يسرقوا الفلوس. المهم ان انت يعني هتحمي اصحابك لغايه لما يخشوا على الخزنه كلها، ومن بعدها بقى هيقولوا ان احنا لازم نمشي على طول وبتاع، واحنا لازم نتفرق وكده، وفي عربيه زي يعني من العربيه قال ايه يعني ان هي تبع بنك فبتشيل فلوس، فاهم انت، وموتوسيكلين بوليس يعني على اساس ان هي موتوسيكلين حراسه، وانت المفروض كسي جي يعني هتبتدي تهرب، بس مش هتهرب معاهم، هتهرب يعني بطريقه تانية. فمن بعدها هتروح للجراج اللي هو اللي عامل زي الخرابه اللي انا بقول لك عليها دي، لغايه لما هتقابلهم في الاخر وهتاخد فلوسك، والفلوس الذي يقدر به 100,000 جنيه 100,000 دولار معلش، ب 100,000 دولار. انت متخيل ده يعتبر اكبر جايزه او اكبر مكافاه انت خدتها تقريبا في اللعب، زائد الريسبكت بقى يعني، عشان برضه ايه مش مهم الفلوس ما بتعملش رجاله، بس الريسبكت هي اللي بتعمل. شفت انت يا اسطى الكلام. سيبكم من كل ده، تعالوا نبتدي نتكلم عن المركز الاول معانا كافضل مرحله في جي تي اي سان اندريس، ومن وجهه نظري انا عشان بس ايه محدش يقول حاجه، انا عاوزك تفكر فيها شويه. انهي مرحله؟ اكتب لي تحت في التعليقات لو انت توقعك طلع صح. هي المرحله الأخيرة من جي تي اي سان اندريس. المرحلة الأخيرة بصراحة كان فيها شغل كتير جدا، وتحس إن هم دمجوا بين المراحل كلها، حطوها في المرحلة دي بالذات. بس تنبيه مهم قبل ما أبدأ، وهي إن هيبقى في حرق المرحلة الأخيرة، فأنت يعني إيه لو عاوزني أحرق لك الحاجة دي فأنت إيه ممكن تخش على الخاتمة على طول. المهم إن المرحلة بتبدأ بإن أنت المفروض تتكلم مع أخوك اللي هو اللي اسمه سويت، فسويت بيقول لك أنا عارف مكان بيج سموك، ولو أنت لسه مش فاهم أو مش مترجم الدنيا يعني وكده، بيج سموك ده أساسا يعني عامل بيزنس بيصنع فيه الحشيش والمخدرات والكلام ده كله، طلع شخص سيء يعني، مش عاوز احرق لك اكتر من كده. هو عمل ايه؟ سي جي كان ملهوف جدا ان هو يروح لبيج سموك ده، والمفروض يعني اللي هو ينتقم منه، لغايه لما تروح المكان هتلاقي ان فيها حراس وانتم مش عارفين هتخشوا ازاي، ولكن بالصدفه البحته هتلاقي ان في بوليس بيتخانق مع عصابه تانية يعني وكده، بيضربوا ضرب نار وشوتنج وكده، ولكن كان معاهم زي مدرعه. فانت المفروض كسي جي يعني وكده هتسرق المدرعه دي، هتخش بالمبنى بعزم ما فيه، ويعني هتقتل كام واحد يعني من العصابه المضاده يعني وكده، لغايه لما توصل لبيج سموك. هنلاقي ان بيج سموك تقريبا هو بيلعب في البلاي ستيشن، مش مركز اساسا مع سي جي، وبيقول له سي جي انت جيت وكده، شدوا مع بعض في الكلام لغايه لما هو كمان طلع السلاح، طلع شوت جان كده من عنده، والمفروض هيقتله
بعض في وسط ما هو بيحتضر وهو ماسك الباك وفلوس. يا معفن يا معفن. عن نفسي يعني انا بيج سموك انا ما صعبش عليا، دول ناس تجار مخدرات يابا. انت ايه ده؟ انت انتوا ايه يا جدعان؟ ايه المجتمع ده؟ وسيشي كان لسه هيقول يعني الله يرحمه المفروض الظابط الفاسد ابن خش عليك برضه، هيرفع عليك الشوت جن وهيديك شنطه وهيقول لم لي كل الفلوس اللي موجوده في خزنه بيج سموك ده. سيجي في وسط ما هو يعني بيلم الفلوس بيأنب ضميره، بيقول لي انت يا اسطى انت مش عارف ايه، وانت اللي بوظت البلد، وانت لازم تعرف ان البلد دي فيها حكومه وحاجات كده يعني، لغايه لما المفروض هيسمع صوت بره وهياخد الشنطه وكان هيضرب على سي جي وجري. المهم ان الظابط ده قبل ما يمشي ضرب زي مكنه او جهاز يعني وكده، ولعت في المبنى كله. سي جي بالفعل هرب من المبنى ده، وفي وسط ما الظابط الفاسد ده كان راكب زي عربيه مطافي وهيهرب بيها، اخو سي جي اللي هو اللي اسمه سويت هيمسك بالايه بالحديده اللي في الاخر يعني وكده ويفضل متشعلق يعني. فانت المفروض كل اللي عليك ان انت هتركب العربيه وهتلحق اخوك قبل ما يقع يعني وكده. وبالفعل هيقع على كنبه العربيه وهتبدلوا انتوا الاثنين مع بعض، وهو اللي هيكون سايق وانت اللي هتضرب اي حد يتعرض لكم. المهم ان انت بعد ما قضيت على كل الموتوسيكلات وكل العربيات اللي تبع الظابط ده، العربيه بتاعت الظابط هتبهوأ منه لغايه لما هيقع في الجروف ستريت اللي هو المكان او الشارع بتاع سي جي نفسه. والمفروض ان كل الصحاب هيتلموا مع بعض. الظابط ده في وسط ما هو بيحتضر قالوا له ربنا يكحمك يا اخي وبتاع، فايه فمات خد الشر وراح يعني. لغايه لما من بعديها يعني حصل نهايه سعيده، وان هم كلهم قاعدين مع بعض. سي جي المفروض كان فاتح زي مشروع استوديو كده، الاستوديو نجح وكده يعني، وكمان كانوا قاعدين بيفكروا في البيزنس اللي هم هيعملوه، وكده خلصت لعبه جي تي ايه وخلاص. يعتبر نهايه سعيده اهو وكله تمام. اكيد طبعا في نظريه وبيقول لك ان لا دي مش النهايه ودي مش عارف ايه. انا ما اعرفش النظريات ومش عاوز افتي وبس. هو ده يعتبر افضل 10 مراحل بالنسبه لجي تي اي سان اندريس يعني وكده. لو حابين ان انا اعملها في جي تي اي تاني ممكن تكتبوا لي تحت في التعليقات، وشوف بقى هل انت متفق معايا في القائمه دي ولا مختلف معايا. ولو مختلف اكتب لي برضه تحت في التعليقات. اكتب لي برضه افضل مراحل من وجهه نظرك ايه. نسيت اقول لكم على حاجه قبل ما انهي الفيديو. انا عامل قناه خاصه بالمصارعه، لو انت عاوز تتفرج يعني على المصارعه وبتحب المصارعه زيي وبتتابعه وكده تروح تلقى نظر يعني وكده، وما تنساش يعني تشترك في القناه يعني ادعم اخوك يعني. شكرا جدا جدا على المتابعه. سلام عليكم.